مباراة قوية يا صديقي من أجل الزحف نحو مقدمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. يواجه النادي الأهلي الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويبحث النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني عن مواصلة النتائج الإيجابية من أجل الزحف نحو مقدمة الدوري. وعقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع لاعبي النادي الأهلي، شدد من خلال هذه الجلسة على ضرورة حسم مباريات الدوري بما فيها مباراة الاتحاد السكندري وحصد نقاط المباراة الثلاثة واحتلال المركز الثالث مؤقتا لحين اكتمال المباريات المؤجلة للنادي الأهلي. وعمل السويسري مارسيل كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبي النادي الأهلي في مباراة فاركو